فوانا طالع كان القى وياها ولدها. فالولد ظاهرنا سوى مشكله عند الباب، ظاهرنا فلت من ايدها او شيء، فقالت بصوت عالي تعال تعال الله يلعنك فشلتنا، الله يلعنك، تلعنه عشان فلت من ايدها. مشكلتنا في مجتمعاتنا ان نقول كلام وما نحس بالنتائج. اصلا في نتائج على الكلام اللي نقوله، لكن احنا ماكو احساس من داخل. اشهر كلمه تنقال في مصر الله يخرب بيتك، لان المصريين 3/4 بيوتهم اختربت، البلد مو مستقره صار لها 5-6 سنوات. ليش ما يكون من هالدعاء؟ وسوريا الله يفك عوقهم، اكثر كلمه تنقال عندهم لك تأبرني او تأبريني، لين الشعب نصه انقبر. عدل ولا انا غلطان؟ هذه كلمات تجاب من عند الله، وكلمات نقولها شبه يوميا لكن ما نحس بنتائجها، مثل الله لا يوفقك. الناس صار بينهم نزاعات ما حد يداني الثاني، او مثلا كلمه الله ياخذك، الواحد عايش بيننا فجاه يموت. وفي كلمه هابين فيها على بنها عاديه، الله يفشلك، اسكت اسكت الله يفشلك، لين انتشرت بين الفشيله والفضيحه وما حد قام يستر، ولا قام احد يعرف يستر اصلا. وبعدين نسال نقول ليش العيالنا ما توفقوا، وليش فلان ما توفق؟ اي مو منك ومنك انت. اختاروا الكلمات، اللغه فيها مليون كلمه جميله، نختار الكلمات اللي ما هي زينه. إذا أنت متعود لسانك على لفظ الجلالة، أنه مثلا يذكر دائما أنه الله ياخذك الله يفشلك، يعني متعود على لفظ الجلالة، بدلها خلها الله يصلحك الله يهديك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا بالنار، يعني كلمة ما يوزنها ممكن تهوي فيه بالنار. وأخيرا قولوا الكلمات اللي فيها خير وبركة، الكلمات اللي تجمع ما تفرق، وتذكروا أن هناك ملك يؤمن على ما تقول، كل ما تدعي يرد عليك ويقول لك مثل هذا.